السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وحال. وحشتوني قوي قوي. عارفة ان انا غايبة عنكم بقالي كتير ومقصرة قوي في الفيديوهات، بس والله معذورة جدا علشان انا يعني في كذا حاجة انا بحضر لها، وفي مفاجآت حلوة انا بحضر لها. ان شاء الله تعجبكم، بس انا مستنية باذن الله لما المفاجأة اللي انا بحضرها تكمل باذن الله، وهقول لكم التفاصيل كلها في فيديو. هي مفاجأة حلوة من نوعية الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، وانا عارفة ان المفاجأة تعجبكم. ان شاء الله في القريب العاجل هعلن عنها. وانا برضو كنت مختفية لاكتر من سبب، مش عشان بس المفاجأة اللي انا بحكي لكم عليها، لا كمان علشان انا يزن ابني يعني عارفين بقى التطعيم وهو في مرحلة تسنين، فبجد يعني مغلبني بقاله فترة. بس كل يهون عشان خاطره. فعشان كده كنت مقصرة شوية في الفيديوهات، وبس غصب عني والله. فالنهارده باذن الله الفيديو يبقى حلو ويعجبكم. روتين هادي كده وخفيف يا بنات. حبيت كده اصحى معاكم واعمل فنجان قهوه وافطر معاكم كده. وبعدين بقى هنا كنت بوريكم حماتي كانت لسه جايه من السعوديه يا بنات، وكانت يعني نفسها في اكل معين، فقالت لي وانا الحمد لله عملته لها. هنا كنت بوريكم ده كده في اليوم اللي قبليه كنت بقى بحضر الاكل وكده، ولما خلصته قلت اصوره اوريه لكم. هي بتحب الرز البسمتي، وكنت عامله لها بطايه كده صغيره، وكنت عامله جلاش وكفته وطاجن لحمه ببصل، وكنت عامله لها الحلو وكنافه بالمانجا كان عندي من رمضان، فقلت بقى اطلعه واعمله. بس بقى يا بنات هنا كنت عايزه اغير بقى الملايات بتاعت اوضه النوم، لان كان بقى لها فتره، فحبيت ان انا اغيرها كده معاكم. آه، بصوا انا بحب الالوان البنكات في اوضه النوم زي ما قلت لكم، كل اوضه يعني كنت مختاره لها كده ملايات معينه والوان معينه عشان يعني تبقى شكلها كلها متناسقه مع بعض، مع الستاره والسجاجيد. انا اوضه النوم درجاتها من الوان البنكات والكشمير وكده يا بنات. فهتلاقوني اساسا معظم المرايات اللي بفرشها في اوضه النوم هتلاقيها بينك، روز، فوشيا، ابيض فيها قلوب بينك. عارفين يا بنات الدرجات دي؟ انا صراحه بحب اساسا الدرجات دي في العاده، مش عشان بس اوضه النوم، انا بحب الدرجات دي. ومش بحب الدرجات اللي هي الغامقه في اي حاجه يا بنات، في اي عفش. حتى هتلاقوني يعني معظم الشقه عندي فواتح، هتلاقوا الالوان عندي فاتحه في الريسبشن، درجات كلها اوف وايت بيجات. لان انا صراحه بحب الالوان الفاتحه، وحتى في اللبس اللي هو الطبيعي بتاع الخروج بحب الالوان الفاتحه، مش بحب الغوامق خالص. بحس يا بنات ان انا لما بلبس حاجه غامقه او مثلا الفرش بيبقى غامق بتخنق، او مثلا يعني في كذا حاجة عندي كده بتخنقني لما بيكون مثلا قاعدة في مكان فيه كله غوامق أو مثلا ألوان غامقة، بقى مش عارفة بيديني طاقة سلبية كده، فهتلاقوني ايه بحب الفواتح وبميل ليها يعني. بس هنا بقى شلت الطقم القديم، هو حتى كان بينك، وحطيت طقم تاني من درجات البينك برضو، البامبهات دي يا بنات. اهو. هنا كنت بقى بفرش الخداديات وفرشت المخدات وكده. بس هنا كنت بفرش الملاية بقى. هي بنات الملاية رقيقة قوي، هي بينك في بامبا. يعني الحروف بتاعتها او الاطرف بتاعتها فيها كورنيش كده بامبا جميل، وهي اصلا ذات نفسها فيها وردة كده صغيرة. شكلها حلو قوي يا بنات. هي تركي، عارفين انتوا الستايل التركي او العمريات اللي هي تركي دي، هي نوعية الملاية من النوع ده. بس كانت شكلها حلوة قوي ورقيقة، كانت عجباني. وكنت حتى البطانية اللي انا جايباها لونها برضو من نفس الدرجات، بينك في روز في بامبي كده. آه بس يا بنات هنا كنت خلاص بقى فرشت السرير وكده. وبرضو كان الجو عندي برضو مطرب، عشان انا عندي بلكونة كبيرة زي ما عارفين في اوضة النوم. فلازم برضو كل فترة لما بغير الملاية. فبرضو كده خلصت لمعت بقى كل حاجة، لان العفش بتاعي برضو ابيض، يعني الاوض بتاعتي بيضة. فاقل حاجة بقت اقل عفر اقل تراب. حتى لما بفتح البلكونة يا دوبك بس ربع ساعة في اليوم هوي الأوضة لازم تدخله تراب، حتى لو لسه مسحة ولسه ملمعة. بس عادي يعني بلمعها على طول وكده يا بنات بتنضف يعني. بس انا كنت بقى بحاول انا اظبط البطانية. انا مطلعة اخف بطانية عندي،
هي خفيفة فعلًا، يعني زي الكوفرتة وكده، بس أنا يعني إن شاء الله على آخر الشهر زي ما قُلت لكم هاشيل بقى كل الشتوي، وهاطلّع الحاجات الخفيفة خالص، لإن أنا برضه باتحر على طول، فما باحبش الخنقة يعني، فهاشيل ده كله بإذن الله على آخر الشهر، هاغيّر بقى الشتوي، وهاطلّع اللبس الصيفي، وهادخّل اللبس الشتوي بتاعي كله بقى يا بنات. بس هنا كنت خلّصت بقى زي ما قُلت لكم، كنت بالمّع الدولاب. الدولاب عندي يا بنات من النُص دريسنج كده، من الجنبين خشب عادي، وبس. ومن النُص برضه بنات الدريسنج دوّة فيه ليد، مع الليد بتاع السرير والكومود والتسريحة، حتى الجزء بتاع الaccessories والشنط بتاعتي فيه ليد، فدي أحسن حاجة عاجباني في أوضة النوم. للأسف أوضة الأطفال ما فيهاش ليد، بس إن شاء الله هاحاول إن أنا أركّب لها بقى ليد في التسريحة وكده، لإن صراحة بتبقى حلوة. يعني مجرد ان انا باطفي النور بالليل وبشغل الليد كده، الليد صراحة الورم ده بيدي برضو طاقة نفسية وراحة كده في المكان. اوضة النوم بتبقى حلوة بالليل صراحة في الليد، وخصوصا لو الليد اللي هو الورم مش الابيض. بس هنا كنت خلصت بقى الجزء بتاع السرير والدولاب، هخش بقى على الجزء بتاع التسريحة. برضه بنات الازاز ده بتاع التسريحة عندي بيتطرب على طول، فلازم اللي انا ايه المعه بالجلونس بقى. بس وكنت عايزه اجيب بقى يا بنات منظم كده احط فيه البرفيوم بتاعتي والاكسسوارات برضو والحاجات الصغيره. فانا لسه ان شاء الله هجيب واحد، انا جايبه واحد لما فيه برضو معظم الحاجات بتاعه السكين كير، فكنت عايزه اجيب واحد تاني بقى للبرفيوم والمانيكير والحاجات اللي هي الصغيره. لاني مش بحب برضو ان انا ارص الحاجه كده على التسريحه، بحب ان انا احطهم في منظم بيبقوا احسن ومفيش دوشه كده او وش كتير على التسريحه صراحه. بس انا كنت بجمع الباف بقى والحاجات الاضافيه بتاعه الاوضه. هنا شلت بقى المشايات زي ما قلت لكم، لازم لما باجي اغير الملايه ان انا اكنس كده برضو التراب وادي مسحه كده حلوه للاوضه، علشان حتى التراوه، وكمان الجو يا بنات حرر، فلازم اعمل كده بقى باستمرار. الشتا كنا بنكسل شويه وكده، بس طالما الصيف جه هتلاقينه كل اسبوع لازم ان انا اعمل روتين اغير الملايات، امسح الاوضه، علشان انا برضو ساكنه في دور عالي، فبالنسبه لي الجو بيبقى حر، فلازم اعمل كده. بس هنا كنت باكنس بقى الاوضه، هي ما كانتش برضه يا بنات متوسخه لان انا على طول ايدي فيها، بس لازم اعمل كده يعني بحس بطاقه حلوه ان انا غيرت كل حاجه في الاوضه. بس وباحب برضه استخدم المقشة زي ما انتم عارفين، لان المكنسة بتاعتي ضخمة بجد وبتضايقني، وقوة الشفط بتاعتها عالية جدا، فعارفين كل مثلا اجي احطها على المشاية او احطها على حاجة بتلزق من كتر ما قوة الشفط عالية، فبتلزق في السجادة نفسها، فبتضايقني اصلا في الحركة ان انا اقعد اتحرك بيها كل شوية تلزق في السجادة. فانا بفكر يا بنات ان انا ابيعها، هي والله جديدة يعني ما استخدمتهاش غير كذا مرة بس في اول الجواز. وبعد كده بقى يعني شِلتها، حطيتها في الكرتونة بتاعتها تاني وشِلتها بكل حاجة. كنت بافكّر إن أنا أبيعها وأجيب المكنسة اللي هي طالعة جديدة يا بنات، حجمها صغيّر وسهلة في الحركة، يعني أنا أتحرّك بيها في كل مكان سهلة. فأنا كنت بافكّر صراحة أعمل كده، إن أنا أبيع بتاعتي، هي بتاعتي هيتاشي ياباني لو حد يعني جايبها، واللي هي كبيرة يا بنات، يعني الخزان بتاعها أو المكان اللي هو بيشفط الأتربة والحاجات دي كبير. هابقى أوريها لكم برضه في فيديو لو حد حابب اللي هو يعني ياخدها أو يشتريها وكده. هي حلوة عملية، بس أنا عايزة حاجة أسهل بس. هنا بقى كنت خلصت وبرش طبعا المعطر بريحة العود يا بنات حلوة قوي، كنت أول مرة أجربه عجبني. عارفين يا بنات الريحة بتاعت السعودية، أو لو حد سافر السعودية قبل كده بيرش على طول في الحرم كده ريحة عود وريحة مسك، عارفين الروايح دي، هي بتفكرني بكده صراحة. بس هنا كنت بوريكم بقى الفينش بعد ما خلصت. كذا حد يا بنات سألني على المفارش اللي بتبقى على الكومود او اي حاجة، يعني المفارش عموما انا جايباها في الشقة بتاعتي كلها. كذا حد سألني عليها، انا كنت جايباها من بيج على الفيسبوك اسمها ثواني عشان نسيت اسمها يا بنات، ديكور المنزل الحديث.
اكتبوها كده على الفيسبوك هتلاقيها طلعت لكم على طول. فيها بقى مفارش كتير وفيها كوشنات كتير، يعني هي بتبيع اكتر من حاجه. المفارش اللي هي بتاعت النيش، والمفارش اللي بتتحط على السفره، كذا حاجه يا بنات. يعني صراحه عندها حاجات حلوه لو في عروسه وكده عايزه تجيب حاجات للاكسسوارات عندها كذا حاجه، يعني عندها حتى حاجات للديكوريشن بتاع البيت كله. فاللي حابب يخش يتواصل معاها يعني. هنا برضو كنت بوريكم الدولاب انا كنت رصاه في العيد. هو برصته يا بنات، يعني هو الرف اللي في النص دوت انا سايباه للفوط وللملايات يعني الحاجات اللي هي بتاعت السرير. لكن الضرفتين التانيين انا حاطه ضرفه فيهم لللبس الصيفي، والضرفه التانية لللبس الشتوي. هو الدولاب ده يا دوبك مكفيني انا لبسي، ومكفي الحاجات بتاعت السرير، المفارش وكده. بس حاجات جوزي وابني بقى حطاها في دولاب الاطفال. هو حتى متضايق مني كده. يا حبايبي يكون الفيديو انتهى، اشوفكم في فيديو جديد.